عانت من الخيانة الزوجية، وصل وزنها ل100 كيلوغرام، وتفاصيل تعرضها للاكتئاب وابتعاد أهلها عنها. محطات في حياة الفنانة السورية هويدا يوسف. عطلت الممثلة والمطربة السورية هويدا يوسف في لقاء مع الإعلامية ربيعة الزيات ضمن برنامجها شو القصة. وخلال اللقاء تحدثت هويدا عن تجربة زواجها وطلاقها ومعاناتها مع الوزن الزائد والاكتئاب. والبداية كانت بسؤالها عن السر وراء لوك الشعر الجريء الذي اعتمدته هويدا في الفترة الأخيرة، فأوضحت أنها عانت من سقوط شعرها بشكل كبير بسبب إجراء عملية قص المعدة، فاضطرت إلى قصه بهذا الشكل. كما وأوضحت بأنها كانت ترغب في أن تحلقه بالكامل لتتخلص من مشكلة سقوط الشعر، والتي بدأت مع حملها وولادتها لابنتها الوحيدة جنى، وهي ثمرة زواجها من رجل مصري يعمل مساعد لمهندس تصوير. وكشفت هويدا خلال اللقاء أنها عانت لسنوات من الاكتئاب بسبب حياتها الصعبة مع زوجها، الأمر الذي جعلها تدمن الطعام، ووصل وزنها بعد ولادة ابنتها ل100 كيلوغرام، وقد اضطرت أن تلجأ لعملية قص المعدة لتصل لوزنها الحالي 62 كيلوغرام. كشفت الفنانة السورية هويدا يوسف عن أسباب الطلاق الذي وقع بينها وبين زوجها بعد 6 سنوات من الزواج استقرت خلالهم في القاهرة، حيث كشفت بأنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها، وكانت تسامحه دوما رغبة في أن تكون لديها عائلة، لكن الأمر فاق احتمالها وقع الطلاق. كما وصرحت بأنها أرادت أن تنجح في زواجها بأي شكل تجنبا لشماتة الشامتين، خاصة وأنها خسرت عائلتها كي ترتبط بهذا الرجل، كونهم كانوا رافضين هذه الزيجة. وتحدثت الفنانة هويدا يوسف عن معاناتها في زواجها، وكشفت بأن زوجها تزوجها طمعا في أموالها، وقد استطاع الاستيلاء عليها، وهي منذ الطلاق تعمل في الفن كي تصرف على نفسها وابنتها وكأنها تبدأ من الصفر. وأوضحت بأنه استولى على أموالها مستغلا حبها له، حيث تركت له بطاقاتها البنكية، واكتشفت بعدها بأن مبالغ مالية كبيرة سحبت من رصيدها، وقد خرجت من هذا الزواج مفلسة تماما، وبعده اضطرت أيضا لدفع مبلغ مالي له كونها رفعت قضية خلع. وكشفت هويدا أيضا عن تعرض منزلها للسرقة في سوريا من قبل مجموعة من الأشخاص الذين استولوا على المجوهرات التي كانت تمتلكها، وأشارت إلى أن هذه السرقة كانت ضربة قاسية لها أيضا. وتحدثت هويدا عن الأوضاع المادية الصعبة التي مرت بها، وأنها مستقرة حاليا في إربيل بالعراق، وتقوم بالغناء يوميا حتى تستطيع الوقوف من جديد. وذكرت بأن ابنتها تعيش في سوريا مع صديقتها، إذ لا يمكنها البقاء معها كونها تسافر بشكل دائم. وقالت بأن ابنتها تقدر الأوضاع المادية ولا تطلب طلبات غالية الثمن كي لا تزيد الضغط على والدتها، مبينة بأن عملها لا يجلب لها مردودا ماديا كبيرا. وكشفت هويدا بأن علاقتها بأهلها منقطعة باستثناء شقيقها الأكبر وشقيقتها الكبرى التي تربت على يديها، وقد صرحت بأنها لن تسامح عائلتها على الأذى الذي تعرضت له منهم. وصرحت يوسف أنها لم تعد بحاجة لعائلتها ولا ترغب في عودة المياه لمجاريها، وهي مكتفية بابنتها في الحياة فقط. كما فقدت هويدا يوسف الثقة بكافة من حولها وفق تصريحاتها الأخيرة حتى في أهلها، متمنية من الله أن يسامحهم وسط رفضها لمسامحتهم. الفنانة السورية هويدا يوسف مواليد الأول من شهر آذار مارس عام 1977 في مدينة اللاذقية في سوريا. درست هويدا يوسف في كلية الحقوق، لكنها كشفت بأنها لم تتخرج، حيث أخذها الفن وانشغلت عن الدراسة، ومن ثم جاء الزواج وإنجاب طفلتها والطلاق. بدأت الفنانة هويدا يوسف مسيرتها الفنية بالغناء في كورال المدرسة، وقدمت العديد من الحفلات في مناسبات وطنية وقومية،
ومع بلوغها سن 14 غنت مع الدكتور رامي حداد في اللاذقية. وشاركت هويدا في العام 1966 في مهرجان حلب، وقدمت خلاله أغنية من التراث السوري بعنوان مندم عليك، حيث تعرف عليها الجمهور بصفة رسمية، ونتج خلاف بينها وبين الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على من يمتلك حقوق الأغنية، وانطلقت بعد ذلك في إصدار أغانيها الخاصة. تزوجت هويدا يوسف من موزع موسيقي مصري بداية عام 2003، لكنهما انفصلا بعد أن طلبت الخلع بسبب إهماله والخيانة الزوجية، ورزقت منه بابنتها الوحيدة جنى في العام 2007، وقد أصيبت خلال حملها بوعكة صحية وزاد وزنها 50 كيلوغراما. انتقلت هويدا يوسف إلى المغرب في العام 2014، وحصلت على الجنسية المغربية من الملك محمد السادس. في العام 2017 أعلنت هويدا يوسف إصابتها بورم خبيث، إلا أنها تعاملت معه وكأنه مرض عادي، ومن ثم تعافت منه. وخلت هويدا يوسف تجربة التمثيل مرة واحدة في مسلسل بنات العيلة في العام 2012. وغنت هويدا يوسف العديد من الأغنيات الوطنية السورية منها يا سوريا، كما وشاركت في أوبريت الله يحميك يا شام.